هل الورم الحميد اللي في الغدة الدرقية ممكن يقلب ورم خبيث؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا عن حديثنا عن أورام الغدة الدرقية. الفيديو النهارده إن شاء الله هنجاوب فيه عن سؤال مهم جدا. هل الورم الحميد اللي في الغدة الدرقية ممكن يقلب ورم خبيث؟ وإزاي نعرف إنه بدأ يقلب ورم خبيث؟ الأورام الحميدة اللي في الغدة الدرقية ممكن تقلب أورام خبيثة بنسبة 10 ل 15%، قد تصل إلى 20% في بعض الأنواع. طيب نعرف منين ان الورم الحميد ده بدأ يقلب ورم خبيث؟ بنتابعه بالسونار. لو الورم زاد في الحجم او في التصنيف يبقى المريض ده لازم يعمل استئصال للغدة الدرقية. هنا بقى في معلومة مهمة لازم نقولها لحضراتكم. لو انا عندي مريض عنده ورم حميد في الغدة الدرقية والورم ده اقل من 2 سم، مش مسبب له اي اعراض وبتابعه بالسونار، ولا بيزيد في الحجم ولا بيزيد في التصنيف، يعني الورم حميد وانا مطمن ان الورم حميد. امتى المريض ده اقول له انت لازم تعمل استئصال للغده الدرقيه؟ في حاله ان المريض ده عنده احد العوامل المساعده اللي بتساعد على ظهور الاورام الخبيثه في الغده الدرقيه. زي ايه؟ في حد في عيلته جاله ورم خبيث في الغده الدرقيه قبل كده، او المريض اتعرض لعلاج اشعاعي على منطقه الرقبه قبل كده، او المريض شغال في مجال طبي او مجال هندسي ويعرض فيه للاشعاع. ساعتها المريض ده لازم يعمل استئصال للغده الدرقيه حتى لو الورم حميد ومش مسبب اي مشاكل طبيه. وربنا يتمم شفاكم على خير.